اللي هو البني ده؟ ايوه راجل كلام اهو. انت اهو؟ ماشي. انا اجيب لك عن امك. يوميات الواد بتاع المانيا بيزودا نوما 19. والنهارده قررت استغل وجود ابويا وامي في المانيا علشان نجيب شويه ناقص للبيت الجديد، وكمان اوريه شويه مطابخ من اللي كنت ببعت له صورها على الواتساب علشان ينفذ زيها في بيت اللي في مصر. بصراحه احساس رائع وانا بشرح لابويا لايف كده بدل الفيديو كولز اللي ما بيجيش من وراها غير الخناق والمشاكل. انا بحب المطابخ الخشبيه جدا، خصوصا اللي بتكون من لون واحد او لونين بالكتير، يعني لون واحد للخشب ولون واحد للرخام، وكل ما خف عدد الالوان اللي بتشوفها عينيا كل ما كان مريح اكتر بالنسبه لي. تعالوا بقى اوريكم احسن ماركه تشتروا منها حاجات المطبخ. لو فاكرين دي نفس الماركه اللي اشتريت منها المعالق والشوك بتاعتي، ودي حله الضغط اللي ابويا شبط فيها وشايف ان هي حاجه اساسيه في البيت. المشكله ان الحله الواحده كانت عامله 160 يورو، بس انا مالي، هو اللي شبط فيها. بيجهزني مخنوق منه مخنوق منه مش طايقني. كام دول؟ لوحدك تاكل دي. ماشي. انت وعمرو مثلا، لو انتوا ما تقعد يا ابن الجزمه. بص انت وعمرو توتال كام؟ لا 260. دي ممكن تكفي 4 و5، واخد بالك؟ دي بقى تاخد اي حاجه، لو حطيت فيها شويه صغيرين هي لو حطيت فيها شويه صغيرين هي لو حطيت فيها كتير. انا هوديك يا ماما، انا هوديك يا حبيبي. في البوستر؟ ما فيش كرتونه هنا. لوخ عندنا معلش اصل عامله ضوافر. انا مش فاهم. بعد كده قررنا نتحرك على شارع العرب علشان نشتري شويه اكل حلال لزوم الغدا، لان ابويا قرر هو اللي هيطبخ النهارده. مش بس كده، ده كمان هيعلمني ازاي استخدم حله الضغط. ربنا يستر. وده انا وامي العزيزه واحنا بنتعارك في الباص عادي. مش فاكر الخناقه كانت على ايه بالظبط، بس شكله كان موضوع مهم. ايوه ده يا عم داخلك وبتسال ليه؟ راح تطبخ اللي انا اطبخه. مره واحده. انت بتقعد بقى يا هلا. هات عجل ياخد منه اللي هو عايزه. رز مصر ايه يا عم؟ اتكل على الله. حد بياكل رز مصر في المانيا الا انت؟ ده رز بسمتي وده رز ضحكاتي. عيد ميلاد عيد ميلاد. ابو راي لا بيقولوا عارفين كيس واحد. كيس لوحده؟ ايوه. انا مش بطبخ يوم بيوم. الله يرحمه. انا مش بطبخ يوم بيوم. ده كان فيك يومين. لا مين قال لك كده؟ ده طق. ده طق. لا يا عم بهزر. طيب عرفت لو جبت لي الدنيا ليه؟ لا بهزر، ده كده كده كتير قوي. اهو عبد ده. ما عادش في كيس. اتصرف ازاي يعني؟ عشان اللي في ناس في لحمه ثانيه هتحط. مفيش اكياس. تصرف. شوف هتطبخ النهارده. حاضر. طلع دول اللي هتطبخوا النهارده؟ مالكش دعوه. هتقعد تقشر في البصلتين طول الليل يا عم. لا خلص. خلاص. يا خرابي لو كنت انا اللي باكلت اللحمه كان زمان صوت له سلمونيلا. هتاخد بقى وتيجي على السفره عشان عايز اطبخ. حسبك تعالى خد يا عم امسك له يا عم. بتضحك عليا زرع حي. احنا جوعنا. طالما بنخبط في بعض. وزع. خد يا محمد اقف. يا بابا انا مش جاي شغاله ولا بعيد. البوتاجاز يا محمد. انا مفاجئ يا عم. اطفي يا البوتاجاز. انت خايف ليه يا عم؟ انت ملاها قوي يا عم. على النعمة احنا فاكر هنا نهارنا طين النهار. لا انت ملاها. هي كده هتموتني. ممكن يبني الكلب. والله تفتح. ما لسه فيها هوا. بتشيل الغطا. خلاص فتحت اهي. بتشيل الغطا يا خاول انت. حط يا مولانا هنا. شكرا. ما انا احط الرز فين؟ مالكش دعوه. شايف الرز بلع. حرقت الحله يا ماما. خلاص يا محمد. الحله ب 160 يورو يا ماما. تعالى ولع لي البوتاجاز كده. هتعملي فيها ايه تاني؟